انا سميتي نسيمه. ماما ولدتنا حنا ثلاثه البنات واربعه الدراري. انا الصغيره في البنات، كنت كنقرا مزيان اكثر من خوتي كلهم. داكشي باش كانوا كيشجعوني نكمل قرايتي ونتوظف. شحال هذا كان اللي كيوصل للباك يقدر يخدم با فلاح، والام ديالي ربات بيت عاديه جدا. كنا اسره ما فحالهاش، واخا با كانوا عنده بزاف الاراضي الفلاحيه، ولو كان باعهم كنا نكونوا مليونيرين ديك الوقيته. ولكن با كانت عزيزه عليه الارض والو واش بغى يبيعها كيمشي يخدم فيها، وداكشي اللي جابت ليه من الغله ديال الزيتون او الفواكه الموسميه كان كيبيعو وكيخزن فلوسو، كنبقاو نصرفوا منه العام كامل شويه بشويه. وهكا كنا غاديين. وباش نعاونوا راسنا حنايا كانوا خوتي اللي خرجوا من القرايه كيمشيو يغسلوا الطوموبيلات او يخدموا في السواق، وخواتاتي الكبارات كيمشيو يخدموا في لقيت الزيتون. وحتى انا من الصيف للصيف كنت كنخدم باش ندخل مصاريف ونمشي نتكسى باش ندخل القرايه بحال الناس. كانت الام ديالي حادقه بمعنى الكلمه، واخا كانت زعما ما فحالهاش، ولكن غير بالقليل كانت كدير به بزاف الحاجات ما شاء الله. المهم فاطمه كان يضرب بها المثل في الزنقه، كانت جامعانا ولمانا ومقرصانا على الحداقه. شعوراتنا دايما مهليه فيهم بالحنه والتشقيقه، وحمامنا والسله ديال العومان ما كانش شي واحد كيعوم عومتنا. كنعوموا بحال غاديين رايحين لدار العرس ديك الليله، ولكن كي كنخرجوا ما نقول لكمش شرطنا تيلقلق اش خلاوها الخليجيين هكا كتبري. با كان قاصح معانا، ولكن كان درويش ومعقول وعزيز عليه اللي شاد طريقه. كان ما كيهزش الراس من الدار للارض ومن الارض للدار، غير هو كان كيتقشف معانا في المصروف، وكان كيخبي الفلوس في واحد الصناديقه. ايوا واحد النهار اتفقنا عليه، حيت كان يلاه بايع الغله ديال الزيتون وكاينين الفلوس. ايوا اتفقنا عليه حنا كاملين، انا وامي وخوتي. ايوا قلنا اشنو ما اشنو اجي نشفروا ليه شويه. خلينا حتى مشى للبلاد ودزنا الصناديقه كنقلبوا منين ندوزو للفلوس. والو قلبنا حتى عيينا. ناض واحد خويا زويعم هو يجيب الموس وحلها من التحت بواحد الطريقه ما معيقاش، اللي ممكن تجبد الفلوس منها وتعاود تسدها بشويه بلا ما يحس. وبالفعل نجحت الخطه، ورجع با وحط الفلوس في الصناديقه وما عاقب والو. ايوا ولينا طحنا ليها على الصناديقه كل مره دايزين ليها. والمشكله واحد خويا الكبير ولا كيهز بوحدو داكشي اللي خاصو، وكتقول ليه امي لا واه راه انا بوحدي اللي خاصني نهز، راه غير للدار هادشي. ولكن هو كان كيتعصب عليها وكيقول لها الا ما سكتيش والله حتى نقولها لبا، وكيهددها حتى انا باغي نهز الفلوس خاصني. ايوا كنشوفو حتى كنعيا وكتسكت امي، حيت حنا اصلا محتاجين الفلوس. وكان باقي يثيق فيا بزاف، وملي كان كيشك انه الفلوس واقيلا كينقصوا كان كيعيط ليا وكيقول لي حسبي لي بنتي الله يرضي عليك، بحكم انا زعما هي اللي قاريه فيهم وكنعرف الحساب، وكذلك الثقه بالنسبه ليه. وانا الله يسمح ليا كنت كنكذب عليه وكنبدا نحسب وكنتلف الحساب بالعاني وكنزيد في الارقام باش يكون العدد زعما هو هذاك اللي خلى، وانا راه ضاربه حسابي مع امي وخوتي. الله يسمح لينا، ولكن راه كان با بخيل ما كيعتقنا ما كيرحمنا. المهم كنت دايها في قرايتي حتى وصلت للسيزيام، وتعرفت على شي بنات ورفيقات السوق، ولينا عاطينها غير التسركيل والدوران، وما بقيتش كنقرا مزيان. والمشكله حتى في التوجيه انا كان ميولي علمي وكنموت على الماط، ولكن منين بغيت نطلع للثانوي خلعوني شي وحدين كنعرفهم ودرت ادبي. ولكن منين طلعت نقرا حتى كنلقى راسي في لائحه العلميين، وتخلعت وخفت ومشيت للاداره سولت، وقالوا لي هما اللي حطوني علمي بحكم ان نقاطي في العلوم افضل بزاف من الادب. ولكن انا اصريت اني باغا نبدل التوجيه. صافي عمرت الاستماره وقالوا لي من بعد شهر نحولوك، ومشيت كنقرا مع العلميين. واللي وقع اني في خلال شهر انسجمت معاهم وعجبني القسم ديالي وعجبني شنو كنقرا، ونسيت امر التوجيه حتى لذاك النهار الاسود اللي جا فيه الحارس العام وقال لي بالله راكي تحولتي لشعبه ادب. من تماك بدا تراجعي في القرايه من انسانه قرايه كما كانوا كيسميوني في زنقتنا لوحده مكلخه ما كتفهم والو، لا في الشعر لا ادب عربي لا حتى حاجه. هادشي باش كنقول التوجيه المناسب عنده دور كبير في نجاح انسان او الفشل ديالو. دائما اختاروا داكشي اللي كتبغيو وما تبقاوش تسمعوا للناس اللي كيبقاو غير يهضروا ويخوفوكم. الا كنتي كتبغي شي حاجه وكتفهم فيها راه واخا صعب حتى تعيا انت تكون قدها. المهم كملت في الشعبه ديالي وحاولت نسلك راسي، لكن النقاط ديالي ما كانتش ابدا كما كنت باغا. دازت الايام وليت كنبطل من القرايه وكنخرج مع البنات نتسرك بالسوايع حتى جبتها في راسي ودوبلت في السيزيام. صافي تماك عرفت راسي ما بقيتش باغا القرايه وما غاديش نكمل فيها. في ديك الوقيته اللي كنت كنقرا تعرفت على واحد الولد سميتو عمر وبقينا معارفين. هو كان في الباك ديك الساعات، ولكن من بعد ما كملش ومشى لفرنسا بكونطرا، وبقيت انا معرفه معاه في التليفون حتى دازت شي عامين ونص بحال هكاك. ودخل عمر للبلاد وقرر بدون تاخير يجي يخطبني. المهم هو كانوا ميتين ليه والديه وعنده غير خوه من ذوي الاحتياجات الخاصه، مزوج وعنده جوج وليدات، وخواتاتو جوجات مزوجات حتى هما.
هما. المهم قلتها لامي انا، وهي قالتها لبا، قالت لي شي ناس جايين يخطبوا نسيمه بلا ما تعيق ليه، زعما انا راه كنعرفو داك الشيء. ايوا جا بالفعل، وجاب معاه خوتو شي عمامو، خطبوني وقرينا الفاتحه وبدينا كنوجدوا للعرس. انا كنت فرحانه بزاف وغنطير بالفرحه، حيت اللي كنت كنبغيه وكيبغيني صافي غنكمل معاه اخيرا حياتي. الزنقه كلها كانوا ديك الساعات بنات كبر مني وقدي وصغر مني، وكنت انا اول وحده غنتخطب. ايوا ما نقول لكمش على الحسد والسم ديال بنات الجيران، خاصه واحد جارتنا كانوا عندها البنات بقوه ما شافوا خطيبي مبرعني بالكادوات ومبرع والديا. ما خلى الصراحه حتى حاجه ما جابهاش، حيت كنا عائله فقيره بصح. جاب تلفازه، ثلاجه، اي ابارا كتبان لكم مخصوصه جابها. تقديه والحوايج غير كيدخل ويجيب. وراكم عارفين شحال هذا من كيجي شي واحد من فرنسا وهذه راه كتكون عنده القيمه بحال ما عرفت شنو عنده. صراحه الله كان كريم معايا ومع والديا. تخيلوا معايا بقوه حسد جارتنا كانت امي عايقه بها، حيت سمعتها ما هياش وكتعرفها كتسحر وكدير الشرك والشعوذه. وبالفعل شحال من مره كنا كنلقاو الشعر مجموع بواحد الطريقه في شكل ومليوح قدام بابنا، والباب كنلقاوه مرشوش بداك الشيء حمار بحال الحنه. ودائما امي مسكينه كانت كتفيق بكري مع الفجر وكتسيق قدام الباب قبل ما نخرجوا زعما ونتخطاو داك الشيء. المهم داروا المستحيل باش يفارقونا، ولكن الا كنتم مكتبين لبعضياتكم ما كاينش اللي يفارقكم. ايوا داك الشيء اللي كان. تزوجت ورحت مع راجلي لدارهم شي شهرين هكاك على اساس ندوزها معاه، ومن بعد يبغي يرجع لفرنسا باش يخدم ويدفع ليا معاه الوراق زعما، وانا يخليني في دارنا حتى تنتبعو. ايوا داكشي اللي كان. المهم بعدا ما خلى فين داني ضربيه لشهر العسل، ما خلى فين تسربيه، ومعاه كانت عنده الطوموبيل. ايوا ما نقول لكمش احلامي شفتهم كيتحققوا بشويه بشويه معاه، وكان بصح قد وعدو معايا. كان كيبغيني وحاطني فوق راسو، والحاجه المخيره ديالي ومدللني ومكبر بيا. امي وبا وخوتي كان عاجبهم الحال بزاف بزواجي اللي كان معزز مكرم، وعاد تفرجت عليهم حتى هما منين جلست معاهم ومشى راجلي لبرا. كل شهر كان كيصيفط لي الفلوس، وكل عامره بالتقضيه ديال داكشي ديال برا القهوه وداكشي. المهم ما كان خاصني وحتى عائلتي معايا حتى شي خير. نرجع معكم المده اللي كنت دوزت معاه في دارهم في العروبيه قبل ما يمشي بايام قليله. المهم دار والديه كان ساكن فيها خوه ومرات خوه وولادو. المهم ملي مشيت عندهم وانا صغيره، اصلا تزوجت بنت 17 وشي حاجه، وصاتني امي نحضي راسي مزيان من مرات لوسي. فمهما يكون مرت اللوز في الثقافه المغربيه واللي مشى عليها كتبقى عدوه ومحساده وتقدر تكرهك الا كنتي عايشه احسن منها. مرات لوسي كانت ما فحالهاش هي وراجلها، وراجلي اصلا هو اللي كان كيصرف عليهم. داكشي باش كان عندها دافع كبير انني نطلق ونفرتك العش باش الخزينه العامه تبقى ليهم بوحدهم. عرفتوا فاش كتزوجوا شي واحد كيكون هاز خوتو، هذيك هي اصعب حاجه. ردوا بالكم مزيان، حيت الخوت ماشي هما الوالدين كيبغيو ولادهم حتى هما يتزوجوا ويكونوا عائله، ولكن الخوت ما كرهوش خوهم يبقى حياته كامله يترت عليهم ويخسر عليهم كاع فلوسه. الا كانوا هما ما كيفكروش هكا فاكيد عيالاتهم جامعين الشر كله. المهم انا ما كنعممش باش ما يوقعش مشكل وبقاو يقولوا شي وحدين في الكومونتيرات لا واه لا واه، لحقاش التعميم كيبقى لغه الجهلاء، ولكن راه حالات كبيره كتمثل هادشي اللي قلت. المهم نكمل. مرت لوسي كانت واحد المراه مشراره، والخايبه اني اكتشفتها فاش مشيت عندهم هي انها سحاره. واحد النهار لقيتها بالصدفه مشى على التباخيره وريحتها خانزه ديك التباخيره، وقلت لها شنو كديري؟ قالت لي والو غير شويه الشبه والحرمه نبخروا الدار على حساب العين، راكي عارفه راكم يعني ازواج يلاه تزوجتوا كلشي، راكي نخافوا يا اختي من الدوار والعين عليكم. بقيت انا كنشوف فيها وعينيها هكا كتلق الشر، وعرفت بان كدير شي حاجه فيها ان. واصلا واحد الوحده بنت الدوار كانت قالت لي واحد المره ردي بالك من هذيك مرات لوسك راه معروفه عليها كتسحر، وشفت هذا الشيء بعينيا. وراجلها اصلا ما كيهزش الراس قدامها، اللي قالته هي هو اللي كاين. والمشكله حتى راجلي كان كيبان كيحشم منها بزاف وكيتصنت ليها بواحد الطريقه ديال الموكلاه ما فيهاش. المهم انا هادشي ما عجبنيش وخفت على راسي، حيت انا الوحيده اللي باقا فالته ليها. تخيلوا وليت كنرد بالي من الماكله اللي كتوكلنا، وشحال من مره وليت انا اللي كنقول لها زعما نوض ندير الغداء ولا العشاء وداك الشيء باش ما نتصيدش وتمشي تحط ليا شي حاجه مسمومه. وحتى ملي جاوني لي غيغل دوك الشراوط اللي كنت كنستعمل، حيت ديك الساعه ما كانش لا اولويز لا حتى شي حاجه لا ليكوش لا والو، كنت كنديرهم وكنشرهم مثلا الا غسلتهم كنشرهم في لاستيك ديال السروال ديالي تحت البيجامه. تخيلوا حتى كينشفوا ولا هما السليبات الملابس الداخليه كلهم. المهم ما كنخليش ليها منين تصيدني، وكانت كل مره كدور بيا وكتقول لي واش ما عندكش حوايج موسخين بغيت نصبن، كنقول لها لا صبنتهم، وكنشوف في عينيها كيطيروا بالشر وكتدور فيهم. المهم ما دوزت ديك 10 ايام تماك غير بالكشايف، ووصل الوقت اللي سافر فيه راجلي صافي ورجعت فحالي لدارنا. ايوا صافي تصفت معاه وتصفتوا مع عائلتي ومشى، وعشت في دارنا اوقات زوينه معززه مكرمه.
وراجلي كل شهر مصيفط ليا اللي خاصني، وكنسولو على داكشي ديال الاوراق، قال لي راه دفع ليا. ايوا صافي كنساين على اساس يخرجوا ونمشي معاه لفرنسا. دازت الوقت شي 6 شهور هكاك، وجا عاوتاني راجلي كون جي دوز معايا تقريبا شهر، ورجع عاود وسولو با على الاوراق، قال ليه راه دافعهم باقي ما كاين والو. وداز الوقت وبقينا مزوجين عامين بحال هكاك، والاوراق ديالي باقي ما تقادوش، وراجلي كيجي وكيمشي، كيسولوهم على الدار كيقول لهم باقي. صافي با واحد الوقيته دخلوا الشك. واحد المره مشى يزور عمتي اللي هي اختو، وراجلها كان حتى هو كيمشي لفرنسا وهو يسولو. راجلها جاوبو جواب صدمو ودخل فيه الشك، وجا قالها لينا، قال لينا با بان قال ليه راجل عمتي ورق فرنسا ما يمكنش يتعطلوا هاد المده كلها، الا كثروا بزاف كاع عام بالاكثريه، ولكن هم عامين وزياده وباقي الورق والو. القضيه فيها ان السيده يكون مزوج تماك وكيكذب عليكم ومثبتكم. انا تصدمت عمري وما عرفتش باش تبليت وما عرفت باش نجاوب. المهم راجل عمتي يطلب معلومات على راجلي باساس انه يبحث في هذه القضيه منين يرجع يسافر لفرنسا. صافي عطينا الراجل عمتي معلومات على فين ساكن وفين خدام باش يمشي يسول عليه، وما قلت لراجلي والو، ما سولته ما سقسيته. مشى راجل عمتي داز شهر بحال هكاك حتى كيصوني في التليفون لعمتي وكيعلمها بالخبر اللي جابوا لينا با كيف الصاعقه. قال لي با راجلك راه مزوج بمرا اخرى بنتي وكيكذب عليك، ما دافع عليك لا الوراق لا والو. قانون فرنسا اصلا ما كيسمحش بالتعدد، ديجا عنده مرا تماك ما يقدرش يديك حتى انت. انا سمعت هكا دخت بيا الارض، عائلتي تصدمات، امي وبا وخوتي. الراجل اللي دخلوه من الباب وداروا فيه الثقه كيكذب عليهم وداخل بقله المعقول والغدر من الاول. صافي انا ما عطلتوش، صونيت ليه في البلاصه وكشفت الحقائق كلها، وقلت له دويا الكذاب دخلني بالنيه وتحلوين وانت ناوي تضحك عليا طول عمري. عمر بقى كيترعد من صوته وقال لي خليني نشرح لك، وبدا كيقول لي هذيك المره تزوجت بها غير باش دير لي الوراق وراني صايبتهم، وهي اصلا كبر مني ورحنا على ابواب الطلاق، غير صبري معايا والله ما ناوي نغدرك، غير ما قدرتش نقول لك هذا الشيء. كمل عمر وقال لي راني جيت لفرنسا عن طريق الزواج ماشي كونطرا كما كان كيسحب لك، وصبرت مع هاد المراه حتى درت وراقي، ولكن عمرني بغيتها ما تفاهمناش وغادي نطلقوا. سولت واش هي مغربيه، قال لي وقلت ليه علاش ما قلتيش هادشي من الاول، قال لي خفت ما تبغينيش. قلت ليه ما غاديش نبغي ندخل على بيت نخربو، انت اصلا مزوج وعاوتي تزوجتي وضحكتي عليها هي براسها كرهها مقلوبه عليها القفه، داكشي اللي ما نبغيش لراسي ما نبغيش لغيري. صافي ميعادنا المحكمه طلق افضل حاجه، نزل المغرب ما غادي نكمل معاك حتى دقيقه. صافي طفيت عليه التليفون بقى كيصوني ويزاوق والو. صافي جا المغرب وجا لدارنا، لقى خويا الكبير في الدار شنق عليه وبقى كيعاير فيه وخوتي اللي فكوهم. صافي جا با دوا معاه بالمعقول، قال ليه صافي يا ولدي تلاقينا مزيان وخوت نساليوها خوت، البنت تطلقها هادشي ما صالحش لينا. حاول يقنع والديا ويقنعني والو، انا حالتي ما كنعلم بها غير الله. في نفس الوقت كنت غضبانه ان الشخص اللي كنبغي غدرني وكذب عليا، وفي نفس الوقت حزينه اني نطلق من الانسان اللي كنبغيه. في الاخير احساس الغضب هو اللي غلب، وما لقى عمر حتى شي حل وطلقنا. دوزت اكفس ايام حياتي في دارنا 3 شهور ديال العذاب النفسي والاكتئاب، ولكن ما طولاتش حتى لواحد النهار دقات على دارنا واحد جارتنا كنعرفوها، عندها خوها ما مزوجش وخدام موظف في الدوله، ودخلت ودوات مع امي عليا وان خوها شافني بالصدفه منين جاي يزورها وبغى يكمل دينو ويتزوج بيا. صافي امي قالتها لبا واخا امي ما بغاتش، قالت لي موظف بسيط ما يعيشكش مزيان، صبري يا بنتي حتى تاخدي ما احسن، اصلا زينك ماشي ديالو. ولكن انا ما نكذبش عليكم، الحرقه ديال الاول بقات في قلبي ما بغاتش تبرد، وقلت لبا الا كان هاد السيد معقول نتزوج به ما كيهموش الفلوس. انا كان عند بالي الا تزوجت غادي ننسى ونمشي نفوج بحال غادي غير نسافر ونرجع، ولكن نسيت وخرجت بالي بحكم اني باقا صغيره ان الزواج صافي راه عقد، انا نمشي في خطره وما نقدرش نرجع كما بغيت. ايوا صافي امي والو ما بغاش تخيلوا راجل ليا كتخبط في فخادها وكتقول لي باغا تفني عمرك مع واحد ما يستاهلكش، وانا كنقول لها صافي امي عطيت الكلمه. كتقول لي واش عطيتي الكلمه على عمرك، واش الزواج فيه الكلمه؟ راه بنتي ممكن تراجعي، راني ما ارتحيتش لهاد السيد والو. المهم انا ما تراجعتش، خاصه انه منين تشاورت مع با قال لي راني دويت معاه كيبان درويش، وحتى انا صراحه شفتو وشرطت عليه الا كنتي معقول مرحبا. قال لي انا الحمد لله درويش وما تلقايش معايا المشاكل ومعقول. واللي عرفت انه حتى هو طلق مرتو تزوجها غير شي 6 شهور هكاك، وسولته قال لي كانت مريضه وعصبيه وما عرفتش مشكاكه وما عرفت مالها وما تفاهمناش. المهم صافي اتفقنا نتزوجوا، كان خاصني البطاقه الوطنيه ديالي، ومني بديت كنقلب عليها تفكرت انها خليتها عند راجلي الاول في دار والديه.
وكان خاصني ضروري نمشي نجيبها. ايوا صافي، المهم درنا بعدا دوك الطوقوس ديال الحنه ونقشت يدي ورجلي وقلت انني غادي نمشي بوحدي نجيب لاكارت ديالي ونرجع. صافي وركبت في طاكسي كبير ومشيت. وصلت لعندهم، خرجت عندي مرات خوه وقلت ليها شنو بغيت، ودخلات من بعد ما طلباتني ندخل 1000 مره وقلت ليها لا. وخرج عندي راجلها بالكرسي المتحرك وجاب لي لاكارت ديالي اللي بقات عنده. اما خوه فما كانش، رجع في حالته لفرنسا. وشافوا يدي ورجلي منقوشين وعرفوا اني غنتزوج، وبقاو كيطلبوا فيا ويعاودوا باش ندير اعاده النظر ونرجع للعمر. وانا فرحت من الداخل. فما قبل كانوا باغيني غير فوقاش نتفك من خوهم ونطلق، ودابا ولاو كيطلبوا يزوقوا باش نرجع ليه. صراحه هاد الفرحه عارمه. وشديت لاكارت ديالي ومشيت في حالي وانا فرحانه وعارفه هما يوصلوا ليه اني تزوجت باش يتفقس كما فقسني. ورجعت وتزوجت بالراجل الثاني. وبالفعل الحياه ما كانتش سهله كما كان كيبان ليا، عيشه بسيطه على قد الحال. المهم ولدت معاه وليداتي وما عمرني عشت داكشي اللي كنت باغا الصراحه نعيشو. ما لقيت لا معقول ولا رفاهيه، وتفكرت الهضره ديال امي وندمت على زواجي الثاني وزربتي، وفكرت شحال من مره نطلق منه ونرجع غير بنتي الاولى. ولكن دائما كنت كنخاف من هضره الناس وانهم غادي يقولوا ها هي عاوتاني جايه مطلقه، اذا هي اللي فيها المشكل. ونسيت بان كل واحد راه خصو يشوف مصلحته الخاصه، وانني انا اللي غادي نفني عمري مع راجل ما يستاهلنيش. ولكن صبرت وضحيت وولدت وليداتي الاخرين وكبروا، الله يخليهم ليا ويعوضني فيهم. وانا وراجلي حاليا عايشين في التقار وصافي، واخا جا معنا نفس البيت ولكن بحال خوت وصافي. كنتسنى فرج الله وربي يعوضني في ولادي. امي ما كتحملش راجلي وبقوه كرهها ليه حتى ولادي ما بقاش كتحملهم. انا بوحدي اللي كنمشي نزورها، واخا من بعد ما عصيتها ما بقاش عندها معايا. وشحال من مره كتقول لي كون سمعتي لهضرتي كون جيتي في حالتك ببنتك الاولى وكرا حرقتك لبراك وراكي عايشه بخير. ولكن اللي كيبغي الزلط كيموت في الزلط. كيدرني خاطري الصراحه نسمع هاد الهضره، ولكن سي تخو طاغ. وكنوصي دابا بناتي ما يتحركوا حتى خطوه في حياتهم بلا ما يديروا صلاه الاستخاره، حيت انا كون درتها ما كانش ربي يخيبني. ودائما يشوفوا هما فاش يرتاحوا ماشي الناس كيفاش كيشوفوهم، حيت اللي يدها في كلام الناس كيعيش معذب. والحمد لله ربي كبير، واللي صبر كيجازيه الله على صبره. واذا ما عشناش هنا كنترجاو الله يعوضنا في الجنه ان شاء الله. وكانت هذه قصتي. شكرا اصدقائي على استماعكم. خليوا لي ارائكم في الكومنتات، كنبغيكم بزاف. الى قصه اخرى، باي باي.